وبتحدفه بسهم بتجيب أجله. لكن المفاجئ إن بيظهر لتيان إن لسه على قيد الحياة، وبيعرف إن ميزته هي السرعة الفائقة، ومن شكله كده الواد مش ناوي على خير. والقائد ويندو بيبص لقى الذئب راجع من جديد. ايه يا عم انت ما بتموتش ولا ايه؟ قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده بقى عشان يوصلك كل حكاياتنا الجديدة. ودول بقى اساطير الفيديو اللي فات. بحبكوا قوي. وفي مقولة تانية ولا اشتاجنا. خلاص بقى ما فاضلش حاجة على 10,000 اخ واخت. وبالمرة كده يا اسطى اخبطنا اللايك المتين، وكفاية بقى رغي او يلا بينا على طول. ده هو تيان، عيل متكحرت اخر كحرطة، من الاخر كده حاله يصعب على الكافر. خد بقى عندك ابوه وامه ميتين، وعنده اخته الصغيرة المطالب بحمايتها في مدينة النص اللي فيها عندهم قدرات خارقة. وفوق كل ده هو ما عندوش اي قدرة، ما تعرفش والله هو عايش ليه اصلا. ولكن الغريب في الحكاية دي انه بيشوف احداث حصلت من 100 سنة فاتت، والاغرب بقى انه كان موجود فيها. لا يا شيخ، وكمان قدر انه يحصل على قدرة احد الوحوش، واللي كانت قدرته اكبر من انه يستوعبها كلها، وتسببت في موته حتى في حلمك فقر. ده ايه الهم ده؟ بيقوم مفزوع على طول وبيقول لنا ان من 100 سنة فاتت حصل صدع فضائي وظهرت كائنات غريبة من اجل تدمير البشرية. ولكن بجانب الخطر ده ظهرت ما يعرف بالقدرات الخارقة. بس البتاعة دي عاملة زي انت وحظك كده، مش الكل مقدر ليه الحصول على تلك القوة اللي من شأنها انها تجعلك سيد زمانك او منتهي بيك الحال زي ابوه وامه كده. الواد بيقوم يعمل فحص يمكن تكون جات له اي قدرة ولو بالغلط حتى، ولكن برضه لا، ما فيش اي حاجة. وفي الوقت ده بتدخل اخته عشان تقول له ان الاكل جاهز، ومن العدم بتظهر قدامه قائمة مكتوب فيها ان اخته ايقظت قدرة الجليد، واللي ببساطة بتحتل المركز الاول من حيث الندرة والقوة. ايه يا نهار ابيض يا جدعان، ده ايه الحظ ده؟ واول ما بتمسكه اخته بتظهر له نصيبة تانية، مش لما يفوق من الاولى عشان تيجيله التانية، وبيكون مكتوب فيها ان بامكانه نسخ قدرة الجليد. الواد مش مستوعب اللي بيحصل، والاول مرة الحظ بيضحك له، ولكنه بيرفض يجربها على اخته، وبياخد بعضه وبينزل الشارع وبيفعل قدرته، ولكنه ما بيلاقيش اي حد يستاهل، كلها كده قدرات على قدها. لكنه بيفتكر ان بامكانه الانضمام لاحدى الاكاديميات الخمسة الموجودة في قاعدة الانهاي، وده باعتباره انه ايقظ قوته، فبيقرر يدخل الاكاديمية الخمسة. وكبداية بيقول لهم المدرب بتاعهم مبدئيا كده لازم تنموا قدراتكم الجسدية، بس كل العيال اللي مقدمين معاه قدراتهم تعبانة، عيال من الاخر كده فشلة. واول ما المدرب ما جاب اخره منهم بيتعصب عليهم وبيقول لهم انتوا افشل مجموعه دربها، وافضل واحد كان معايا هو تشين دونج. تيان بيكلم صديقه وبيساله عنه، وبيعرف منه ان تشين دونج العميد بنفسه بيدربه، واكيد هو جامد فورتيكا. بتنقلب الدنيا اول ما بيوصل دونج للمكان. ايه ده بجد؟ ده احنا بقى نروح حالا وننسخ قدرته. وبالفعل بيروح يسلم عليه وتم التأكيد بالنسخ. وصاحبك بياخد بعضه وبيروح لكهف غريب كده، وبيبدأ في عملية دمج واستنساخ المهارة، ولكن بتحصل له أعراض جانبية والواد جسمه بيتهشم من كتر الألم. وأخيرا وبعد معاناة تم الدمج بنجاح، وفي لحظتها بيلاقي قائمة من تاني مكتوب فيها عد تنازلي 30 يوم ويقدر ينسخ مهارة كمان. يا حلاوة، الواد الشيطان لعب في دماغه وبيقول يعني انا كده هقدر انسخ وادمج اكتر من مهارة في نفس الوقت، انا بكده هبقى ملك القدرات الخارقة. دي كده اتعشت واتعشت قوي كمان. وبعد 30 يوم جه الوقت عشان يختار القدرة الجديدة، ولكن واثناء ما هو ماشي فجأة ذئب متحول بيهجم على اب وبنته، وبيقتل الاب امام انظاره، ولسه بيحاول يهجم على البنت كان تيان باسرع ما عنده لحق البنت على اخر لحظة. وفي الوقت اللي افتكر تيان ان هرب منه بيتفاجئ بوجود الذئب وراه. تهرب منه فين؟ ده مش هيسيبك. وفي الوقت ده بينقذهم ويندو وولف في اللحظات الاخيره، وبيطلب من تيان انه يخلي باله من البنت الصغيره وهو هيقوم بالباقي. وبالفعل ويندو وولف بيتسلم على الوحش كده لغايه ما بقيه الفرقه وصلت، واللي كان ما بينهم تعاون جماعي ولا اروع، ولحظات وكانوا خلصوا عليه. ولكن الذئب بيحتاج من تاني وبيحاول يهرب، ولكن لحسن الحظ بيكون في عضو موجود في نفس الاتجاه اللي هرب منه، وبتحدفه بسهم بتجيب اجله. لكن المفاجئ ان بيظهر لتيان ان لسه على قيد الحياة، وبيعرف ان ميزته هي السرعة الفائقة، ومن شكله كده الواد مش ناوي على خير.
والقائد ويندو بيبص لقى الذئب راجع من جديد. ايه يا عم انت ما بتموتش ولا ايه؟ وبسرعه بينادي على تيان وبيقول له انه يهرب هو والبنت، المكان امن. ما بيلحقش يكمل واحلى مسا عليك، بيكون تيان انقض على الذئب وفضل يضرب فيه لحد ما خلص عليه. يا نهار ابيض يا جدعان. والمفاجاه انه كمان بيقدر ينسخ قدرات الوحوش. وساعتها ويندولف بيعجب بيه وبيقول له اول ما تتخرج من الاكاديميه تعالى وانضم لفريقي. بعدها بيروح تيان على البيت على طول وبيفعل قدرة النسخ والاندماج، والواد حرفيا بتتهشم عظامه حتة حتة، بيغمى عليه من التعب وبيصحى تاني يوم وبيعرف ان المهارة اتنسخت. بيروح عشان يجربها وبيكون سريع جدا وبقى قادر انه يمشي مسافات طويلة في وقت قصير، ولكنه بيكون محتاج قدرة هجومية اكتر عشان تسد فجوة النقص في القوة اللي عنده. وفي الوقت ده بيرجع الأكاديمية وبيقابل صاحبه هناك، وبيلاحظ صديقه التغير على جسمه وبيقول له ايه يا اسطى بتتدرب من ورايا ولا ايه؟ على العموم لو كنت عاوز تزود قوتك بشكل اسرع فانا جايب لك الخلاصه، في حاجه اسمها دماء الوحوش، وده يا صديقي بيكون غالي جدا ومش اي حد بيقدر ياخده غير الاغنياء. والاداره العليا لقاعده لينهاي فتحت منطقه بريه خارج المدينه مخصصه فقط من اجل الاكاديميات الخمسه، وهتكون الجائزه الاولى عباره عن 3 قارورات من دم الوحش متوسط المستوى. وبيعرض على تيان الانضمام لفريقه، لكن تيان بيرفض على طول، وده لان لو حد عرف عن قدرته هيكون عرضة للقتل ساعتها، وده غير انه لسه ضعيف في الوقت الحالي. وبالفعل الواد بيروح لعميد الاكاديميه بيقول له انه عاوز يشارك في المحاكمه. بيقول له بسخريه واحد زيك يا ابني هيعمل ايه؟ هو حد قال لك ان احنا فاتحينها حضانه؟ لكن تيان بيكون مصر على رايه، فالعميد بيرمي الورقه دي في وشه وبيقول له وقع هنا. الواد بيتصدم حرفيا، عقد حياه او موت. والعميد بيتعصب عليه وبيقول له لو كنت خايف من الموت فامشي من هنا حالا، وقع يا ابني وامرنا لله. وبالفعل بيوقع على العقد، وبكده مفيش مجال للفشل. واخيرا بيجي الميعاد المحدد وبيوصل تيان للمكان، وفي الوقت ده بيجي شخص وبينزل سف وتريقة على الأكاديمية الخمسة. وصاحب تيان بيقول له إن اسمه مشعبي، عبقري الأكاديمية الأولى، الكل بيخافه وبيحترمه. وفي وسط الفوضى دي بقى بيخرج شخص وبيتحدى مشعبي. بيقول له يا ابني انت مفيش فايدة فيك، هو انت عاوزني اهينك كم مرة عشان تصدق؟ لا الواد ده شكله كده جامد فورتيكا. ولكن وعيندا فيه تيان بيشجع ليو، وده بقى ليون شينج، عبقري فن السيف في الأكاديمية الثانية. ولكن وقبل ما الموضوع يولع بيتذاع ان ممنوع اي خلافات قبل بداية المسابقة، واللي هيعمل اي مخالفة هيتم اقصائه من المشاركة. بيقول له ليو خلصانة يا معلم، نتقابل بعد المسابقة، هنروح فين من بعض يعني. وساعتها بيروح لتيان وبيشكره على اللي عمله، لكن تيان كان في عالم تاني خالص، وبيقول في سره واخيرا ظهرت. مش مطمنان الجملة دي والله، وده لانه بيملك القدرة اللي محتاجها تيان. وبالفعل بيمدله ايده عشان يسلم عليه، وبكده نسخ قدرته هو كمان. وها هو قد دق جرس البداية، الابواب بتتفتح والعيال بينطلقوا، وتيان بياخد نفسه وبيروح بسرعة لمكان بعيد عن الانظار. لا وكمان عاوز يدمج المهارة دي دلوقتي وحالا. يا ابني انت بتعمل ايه؟ هو ده وقته. ايوه هو ده وقته، لان على اي حال مفيش مجال للمخاطرة، وخصوصا ان محدش عارف هو هيقابل ايه هناك. وبالفعل بدأ الاندماج، وكان تأثيره الجانبي اقل من المرات السابقة. وجه الوقت عشان يجرب المهارة الجديدة، وبحركة واحدة بس قسم الغابة 2. الواد اصبح في مستوى مختلف من القوة تماما. واثناء ما هو ماشي قابل احد المخلوقات المرعبة، وبتلويحة واحدة بس قسم الوحش 2. لا جامد يالا. وهو في طريقه بقى بيسمع حد بيطلب النجدة، وبيتصدم ان صديقه هو اللي على حافة الموت. تيان بدون تفكير انطلق باقصى سرعة، وقبل ما الوحش يقتل صاحبه كان الوحش هو اللي ميت. الواد بيبص ومش مصدق، هو انت فعلا تيان؟ لا واحد شبهه يا ابني، هو ده وقته. وواحد 2 3 وكل الوحوش كانوا في ذمة الله. واثناء ما كان وانج بيجمع العناصر بيقول له صاحبه ان ظهر وحش خطير في المنطقة دي بطول 10 امتار، واللي بتوصل قيمته ل 500 نقطة. تيان بيقول له 500 نقطة؟ ايوه 500 نقطة، قول لي بسرعة من اي اتجاه. الواد قبل ما يشاور له كان اتبخر من المكان. واول ما بيوصل للمكان بيلاقي مجموعة من طلاب الأكاديمية الأولى متساقطين. الواد بيبص
لقى معركة قائمة على أحر من الجمر بين طلاب الأكاديمية الأولى بقيادة مشعبي ووحش مرعب لأقصى درجة، مش نافع معاه أي حاجة، ولا تقول لي بقى قدرات ولا مهارات، ولكن ده بيعصب مشعبي وبينطلق بأقصى سرعة وبيضرب الوحش بكامل قوته، ولكن في نفس الوقت الوحش بيطيره بعيد. يا ترى مين المنتصر؟ كل ده وأكتر في الجزء القادم بمشيئة الله، ودمتم في رعاية الله.